اوكي يا جماعة، اليوم يوم مهم كرويا للدوليات العربية. السعودية بدها تشارك للمرة الثالثة على التوالي، والعراق بتحاول تصل لكأس العالم بعد انقطاع 40 عام. اليوم أهم 90 دقيقة بتاريخ الشعبين. العراق بدها فوز لا محالة، والسعودية بدها تعادل بكفيها، مع انه اثنين معهم نفس النقاط. السعودية تصفيات كأس العالم فاز عند اندونيسيا اول مباراة 3-2، والعراق فاز عند اندونيسيا 1-0، الاثنين معهم فارق هدف. لكن التصفيات الآسيوية اول شيء بيرجعوا للنقاط، بعدين لفارق الاهداف، بعد فارق الاهداف بيرجعوا على مين مسجل اكثر. يعني السعوديه مسجل 3 اهداف بس العراق مسجل هدف. يعني اليوم العراق لازم تفوز، تعادل ما بيكفيها، اما السعوديه تعادل يكفيها تاهل الى كاس العالم. وبالتوفيق للمنتخبين، ويا رب الشعبين يلعبوا مباراه طيبه وحلوه وكرويه جميله وما فيها اي تعصب. اليوم رح نشهد ليله ناريه حماسيه، والله انا متحمس كثير. صار توقف دوري بالنسبه لي احلى من مباريات الانديه. ويلا روح، رب معاك.